كله بيتكلم عن عصام وعن حكاية الشنطة بتاعته اللي بدلها بسندوتش لانشون. السلام عليكم. استغاثة لوزير التربية والتعليم. مدرسة السلام 2 ابني دخل في المدرسة بالشنطة، طلع من المدرسة من غير شنطة. بسأل على الشنطة قالوا له المدرسة العيال خدوها رموها من المدرسة التانية. رحنا المدرسة التانية ما لقيناهاش. طب أنا دلوقتي أعمل إيه؟ ابني معهوش كتب وكل الحاجة اتسرقت من الشنطة والشنطة نفسها كلها اتاخدت. وأنا رحت للمدير قال لي صوري أي صاحب منه من زمايله صوري الصور قد إيه. أنا عايزة بس حد من المسؤولين يرد عليا ويقول لي أنا أعمل إيه؟ يعني ايه يعني اصور الورق يعني؟ وكذا مره اروح مليون مره اروح المدرسه مش لاقيين الشنطه بتاعت الواد. لا بعد كده بقى ابني يخش يجرى له حاجه جوه المدرسه ونقول ان الواد ما نعرفش ايه اللي جرى له جوه، يموتوه يعني ولا ايه اللي يحصل بالظبط. وانت بعد كل ده طلعت عامل حوار ومبدل الشنطه بسندوتش لانشون؟ ده اكيد حلواني بقى. المال الحلال اهو والشنطه بتاعتي اهو. المال الحلال اهو والشنطه بتاعتي اهو. المال الحلال اهو. مساء الخير على حضراتكم متابعينا الكرام، متابعينا من كل مكان، اهلا وسهلا بيكم. عصام اللي تصدر الترند في الساعات الاخيره، النهارده في اول ظهور مع عصام ووالده عصام. ايه حكايه عصام اللي كله بيتكلم عن عصام وعن حكايه الشنطه بتاعته اللي بدلها بسندوتش لانشون، واللي امه بصراحه نفت هذا الكلام وقالت ما الكلام ده مش صح، مفيش حاجه اسمها اللي هو يبدل الشنطه بالسندوتش بتاع اللانشون. الشنطه بتاعتك بسندوتش لانشون؟ لا. بدل شنطه المدرسه بسندوتش لانشون؟ ان الناس بتقول لك على السوشيال، كله بيقول لك ان انت بدلت الشنطه بتاعتك بسندوتش اللانشون وكنت فرحان لما الشنطه ضاعت. لا غلطان، انا لو مكانك كنت اخدت عليها واحد رومي كمان واوحت في واحد جبنه بالطماطم. ايه اللي حصل بقى؟ احكي لي. انا بص. انا بص. انت شكلك بتحب اللانشون. بلعب في الجنينه، بلعب في المدرسة وحطيت الشنطة في الفصل. بلعب. هو ماما وبابا بيملوك اللي انت عملته في المدرسة؟ انا بقيت بلعب في الفسحه. العيال قاعدين يضربوني. قلت له اضرب يا والي. ايوه حطيت الشنطه عند المسرح. بعد ما ضربت العيال بعد جيت اروح اجيب الشنطه ما لقيتهاش. قعدت ادور عليها لفيت المدرسه كلها ما لقيتهاش. يعني انت ضربت العيال وعامل مشكلة عشان مش لاقي شنطتك؟ رحت اختي ولاء، هي اختي ولاء ام رحيم. يا عم ولاء ام رحيم مين؟ ما تتوهناش. راحت هي دخلت معايا دورت معايا ما لقيتش حاجه. رنت على امي، راحت رنت على امي. امي جت هنا في المدرسه قعدت تدور. شوف انا هسألك سؤال واحد وترد عليا بصراحة. اللانشون كان بالزيتون ولا سادة؟ مساء خير متابعين المنيا نيوزويك، ورجعنا لكم بث مباشر مع الطالب الباسم الضاحك عصام هاني. عصام هاني؟ اللي عامل زي بكابوزة اللي بيضحك لوحده من كتر اللانشون. ومع السيد المدير المحترم مدير السلام 2. يلا انتوا بعتوا جبتوا السيد مدير المدرسة شخصيا؟ ده الملواني ده ولا ايه؟ نتعرف على حضرتك في الاول. محمد حمدي مدير السلام 2. وعليكم السلام 2. ايه اللي حصل في قصة عصام؟ عصام هو كان نزل للفسحة ونسي الشنطة بتاعته وزمايله قعدوا يدوروا عليها وبعد كده لقيناها وجبناها واديناها له. يعني انتهت القصة ببساطة شديدة جدا كده. الله، بس كده؟ امال واجعين دماغنا ليه طيب؟ يا عصام ركز معانا يا عصام، بدون ضحك يا عصام، ركز معانا ما تعملش زي الخروف الصغير. عصام هاني زمانه بيقولوا انتوا جايبيننا تهزقونا ولا ايه؟ القصة يا عصام، ايه رأيك في الشنطة لما رجعت؟ يعني ايه؟ يعني ايه رأيك في الشنطة لما رجعت؟ حلوة ازاي يعني؟ لا، مع عصام ده خلي بالك مبدل شنطة مدرسته بواحد لانشون، فانت ما تسألوش حلوة ازاي عشان انا مش ضامن رد فعله عن نفسي. طب ينفع تضيع منك الشنطة ولا الكتب؟ كتب؟ معناها اللي انت طالب ايه؟ شاورما. عصام ده طالب شاورما. تقول ايه للي زيك يا عصام؟ تحب تقول ايه يا عصام للناس اللي ماشية في طريق تبديل شنط المدرسة باللانشون ده؟ هل يعني خطر ولا ايه؟ ما تقول لهمش حاجة ليه؟ ما هو هيقول لهم ليه؟ هو يحب يقول للأجيال اللي جاية ما تجيش، خلاص هو أكل اللانشون. وانت توعدنا بايه؟ ايه اللي توعدنا بيه؟ انت فاضل تبص له في عينيه وتقول له مش ندمان زي الأستاذة ريهام سعيد اللي بتمسح الفيديوهات دي.
تقول ايه للناس اللي حبيتك من الفيديو الاولاني يا عصام؟ وانت ليه مصمم عصام يقول حاجة؟ ما بلاش عصام يقول حاجة، عصام اكل اللانشون خلاص واتعشى ومش رايق لك اصلا. تطلع ايه؟ تطلع طالب صح ولا تطلع ممثل؟ لا ممثل. يا ابني انت غلطان، كان لازم تاخد طحينة مع اللانشون.